لو في مشاكل بينك وبين زوجك وحضرتك كنت حامل ووضعتي، حضرتك بتاخدي صورة بطاقة زوجك وصورة بطاقتك وصورة القسيمة وتروحي أقرب وحدة صحية أو أقرب مستشفى بتسجلي ابنك أو بنتك. أما لو الوحدة الصحية رفضت وطلبت وجود الزوج وزوجك ممتنع، ممكن حضرتك ترفعي دعوة إثبات نسب للطفل وتاخدي حكم محكمة وتسجليه برضه. بيسأل بيقول يا أستاذ محمد، في إيصال أمانة اتكتب فيه طرفين مش 3، هل الإيصال كده يكون باطل؟ لا، إيصال الأمانة المفروض الصح والسليم والأسرع قانونا إنه يكون بين 3 أطراف. طرف استلم المبلغ من طرف تاني عشان يوصله للطرف التاني. طب لو في طرفين، إن في طرف استلم المبلغ عشان يرده في تاريخ فيما بعد أو في تاريخ لاحق، عادي إيصال الأمانة بيمشي مفيهوش أي مشكلة، ولكن لما بتيجي تشتكي مدني مش جنائي. ممكن توصل نفسك للحبس 3 سنين لو نصبت على حد أو شاركت في النصب على حد. فركز، لأن المعاملات التجارية دلوقتي والتحويلات والمعاملات على التليفون والكلام ده كله ممكن في لحظة تلاقي نفسك محطوط في جنحة نصب وتتعاقب أو تتحبس 3 سنين. بنشوف ناس كتير حاطة في بالها كده إن الزواج العرفي حرام أو حاجة مخالفة للقانون والكلام ده كله. الزواج العرفي أو الزواج عموما طالما فيه إشهار والناس عارفة وده عارف وده عارف وبوكيل حاجة تبع الشرع، حضرتك الزواج ده بيتم حتى لو من غير ورق خالص، سواء كان عرفي أو رسمي. لو حد مأجر منك شقة ومش بيدفع الإيجار في ميعاده أو مش راضي يدفع الإيجار أو بيتمادى أو بيقعد بالسنة كاملة ما بيدفعش، حضرتك ممكن إن أنت بتعمل له إنذار الأول بالسداد، وبعد كده بترفع دعوة إخلاء لعدم سداد الأجرة، وبتاخد حكم من المحكمة بإخلاء الشقة والشقة بترجع لك. طبعا لو في معاملات او في تجاره او في حد بأجر لحد وبيشيل بيبيع الحاجه لحد والكلام ده كله، الشيك افضل شيء. تمام، عشان بس ما نختلفش في النقطه. الشيك البنكي افضل كل الحلول، يعني كل الحلول الممكنه الشيك افضلهم. اللي هو انت تاخد شيك على حد تروح البنك تصرف، طب البنك ما فيهوش رصيد، البنك بيديك رفض وتروح تعمل محضر. فالشيك امن شيء. اللي هو ايه، بشبهه لايه، اللي هو انت وانت رايح تجيب حقك بتطلع سلم، فالشيك اقرب درجه سلم، اول درجه سلم على طول. اللي هو انت قدامك البنك، ممكن يكون البنك فيه رصيد فتروح تسحب فلوسك، فكده انت مالكش حاجه ومالكش ان انت تروح تعمل محضر ومالكش في المحاكم والكلام ده كله. اوقات كتير الشيك بيكون زيه زي ايصال امانه بالظبط، تمام، ولكن ايصال امانه ما فيهوش فرصه ان انت تروح اي بنك، ما فيهوش فرصه ان انت تروح تحاول تاخد حقك اصلا من بنك. ليه؟ لان ده ايصال امانه. طيب في كلتا الاحوال الشيك بيكون العقوبه فيه 2 سنين، بتبدا من 2 سنين، تمام. اما عقوبه ايصال الامانه بتبدا من 6 شهور، انت حسب المبلغ بتاعك بتاخد حكم. فالشيك بنسبه كبيره افضل من ايصال الامانه بشويه او بمراحل، تمام. المعاملات التجاريه بين الناس لو في كمبياله او في ايصال مدون عليه او ممضي عليه من فرد وهيودي فلوس لفرد، انا بس عاوز اجيبها لكم بالظبط او عاوز اقولها لكم بطريقه بلدي تفهموه.